عصير العافية. عصير العافية هذا أنا طالت عمركم عامله الحين أكثر من 13 سنة. How many years you are here? 8. من قبل ما تهي تقريبا ب3 أو 4 سنين وأنا أستعمل هذا اللي أنا مسميه عصير العافية. عبارة عن ربط عود من الكبار بقدونس. ربط عود من الكبار بقدونس. زين. ربطه عود ليمون ولومية، نص لومية، وتشسر عود زنجبيل، وبعد نص خاشوقة زنجبيل من غير بعد بودر، وخاشوقة من الكبار جرفة، خاشوقتين جرفة من الكبار، وهذا مورينجا ربع خاشوقة من الصغار، وفلفل أبيض بعد ربع خاشوقة، وقلاص ماء. يلا دالو هذا كل ينشرخ شراخ لين هذا من ويتصفى. هذا طالت أعماركم أنا يوميا أعامله، دامي في أبو ظبي أعامله، يعني في الأسبوع مش أقل عن 3 أو 4 مرات. How many days in week? Monday to Saturday. هي. Only 2 days you don't drink. هي يعني 5 أيام وأنا أعامل هذا العصير يوميا على الريج الصبح الفير، مرة قبل ما أكل شيء وقبل ما أشرب أي شيء. هذا العصير طالت عماركم استكانة يستوي لي، استكانة واحدة، يعني الكوب هذا تظهر منه استكانة واحدة، كوب شاي هذا على كل طالع شمس كل يوم الشهر 30 ليلة، يعني في الأسبوع 5 أيام 4 أيام دامي في أبو ظبي تراني أستعمله. هذا شو الحنثويل هذا الحتبار كله يظهر عنه، لكن اللي يطيح شو البيور العصير ماله. وطعمه ترى تقدر انت تحط له عسل، تقدر ما تحط له عسل، على هواك على حسب الرغبة. هذا خلاص هذا ينعق تحت زراعة ولا أي مكان، المهم ينعق كشرة. لكن الفائدة طالت أعماركم في هذا قوامة. شو قوامة كيف؟ مم الخرس، عبارة خلاصة الأشياء هاي كلها صارت في هذا العصير. لكن طالت أعماركم يجيب العافية، طعمه مش وايد مستصاغ، يعني زنجبيل وجرفة والأشياء هذه، لكنه بخبركم عن فائدته الحين.